السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. أخوكم دحمانوسي يحييكم تحية كبيرة لكامل المتتبعين اللي توحشونا واللي راهم يسقسوا علينا. بارك الله فيكم كبير وصغير، والناس اللي راهي تبعث لنا في لي كومونتير على الغيبة تاعنا على بالي وتعليكم. سامحونا، الله غالب للظروف، الحياة اليومية هذه هي. كل مرة نجو نافونسي ولقاو حاجة تعطلنا، مي الحمد لله ان شاء الله نعاود نولي لكم، واللي مكتبها ربي مرحبا بها. اخترت لكم اروع وصفة وبزاف اللي يحبوها، ميني تاكو. ديروها للملائم للافراح وديروها للمشارع. الحاجة المهمة انه لاباط تاعنا راح نخدموها حنا وراح تجي ما شاء الله. راح نعطيكم كامل نصائح تاع العجين خطوة خطوة كيفاش تحافظوا عليه. الحاجة الثانية راح نديروا البولي ماريني وكيفاش يتبل ويبقى مشمخ ويبقى طري، مع اهم حاجة صلصة جزائرية وكيفاش نحشيو هذاك الميني تاكو بطريقة خفيفة ظريفة. نعطيكم جميع النصائح ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم مهم بالبزاف، نتمنى من المتتبعين يديروا لنا كامل الاجابة وخلونا تعليقات واش راكم حابين تشوفوا وصفات. الا قدرنا ربي نديروا لكم جميع الوصفات ونفرحوكم ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. اول حاجه نبداو باللاباط تاعنا، تبعوا معايا مليح. راح نحتاجو نص كيلو يعني 500 غرام ارطل تاع الفرينه، كاس معمر مليح تاع الحليب يكون دافي 240 مليلتر، 6 ملاعق تاع الزيت 60 مليلتر، عندنا ملعقه تاع السكر 25 غرام، ملعقه تاع الملح 10 غرامات. هادو هما المقادير. ندخلوا في طريقه التحضير. اول حاجه راح نجيبوا اللي نخدموا فيه، نحطوا الملح السكر الزيت والحليب، نجيبوا الفوي تاعنا نضربوهم جيدا، نزيدوا نضيفوا عليهم نص الكيلو تاع الفرينه ونخلطوهم مليح حتى الخليط تاعنا يولي متجانس كيما راكو تشوفوا هنا في الصوره. بعدها راح نجيبوا هذيك الكميه تاع الفرينه المتبقيه نحطوها كامل ونبداو نطمو في لاباط تاعنا. يعني المقادير راح تكون مضبوطه، نزيد نخليهم لكم في صندوق الوصف. دوكا ما بقينا غير نطمو لاباط تاعنا خفيف ظريف حتى نتحصلوا على العجين تاعنا. العجين تاعنا ما يكون يابس فور، ما يكون طري بزاف متلوغ، يعني يكون مطموم وما طري. بعد ما نخلوه يرتاح هذاك الزيت راح يزيد يطري لنا لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا. هاوليك العجين تاعنا بعد ما طميناه نحطوه فوق بلون طرافي ونبداو ندلكو فيه حتى العجين تاعنا يولي ليس بطريقه جيده. وهنا العجين تاعنا راهو واجد، دوكا راح نغطيه نخلوه يرتاح. اهم حاجه الحشو تاعنا اللي راح نديروه بالدجاج بالبولي. راح نجيبو الرطل تاع البولي باش نخدموا الكميات ولا تخدموا المشاريع. دوك كل واحد يشوفوا واش يساعدو، لازم تقطعوهم دي بتي دي يكونوا صغار كيما راكم تشوفوا. نجيو نديروا اهم حاجه التتبيله. عندنا علبه ياغورت طبيعي، نديروا لها ملعقه كبيره تاع موطارد، ملعقه هريسه اللي راح تعطيكم بنه ما شاء الله. ثاني حاجه اهم حاجه الملح، لازم تكون كميه مناسبه للكميه تاع الدجاج. خليط تاع التوابل، ديروا شويه كاري دجاج، شويه كركم، فلفل عكري، فلفل كحل، قزبر وزنجبيل، هادو اللي راح يعطولكم بنه ما شاء الله. زوج ملاعق تاع الملح، خلوا حوالي 3 ملاعق تاع الزيت. كل حاجه راها واجده، نخلطوهم والتتبيله تاعنا راها حاضره. بعدها راح نجيبو توجور البولي تاعنا اللي كنا قطعناه من قبل مربعات صغار هكذا. بعد ما يطيب البولي تاعكم راح يطيب بطريقه هايله ويجيكم مشمخ. نخلطو كامل هذاك البولي مع هذيك التتبيله ونخلوه يتشرب يريح في الثلاجه، ونجوزو نحضروا اهم حاجه الصلصه الجزائريه. تبعوا معايا مليح. اول حاجه راح نجيبو الطاس تاع الميكسور تاعنا، راح نديرو قيس حبه تاع البيض. واش راح نديرو لها؟ ملح، فلفل كحل، زوج فصوص تاع الثوم، عندنا ملعقه تاع موطارد، ملعقه كبيره تاع الكيتشوب وشويه تاع الهريسه. نحتاجو زوج كيسان تاع الزيت 150 300 ملل. نحطو هذاك الكاس الاولاني اللي فيه 150، نجيبو لوبرا ميكسور تاعنا ونبداو نطلعوه جيدا. نخلو لوبرا ميكسور تاعنا غير من تحت باش الزيت تاعنا ما يطيحناش هذيك لاصوص. من بعد نبداو نطلعوه غير بالشويه حتى نشوفوها بدات تشد روحها. نبقاو توجور بهذه الطريقه. عندنا شويه تاع بصل اشي وحوالي 3 ملاعق تاع الخل. اللي عنده الليمون يدير عصير الليمون. راح نكملوا نصف كاس الزيت الثاني حتى تطلع لنا كامل لاصوص، وهنا راها حضره كما راكم تشوفوا الاحباب. نكملوا نضربوها ونفينيوها بيان حتى الزيت هذا كامل يختفي. اللاصوص تاعنا تطلع بقوام شوفوا ما شاء الله. في الاخير واش راح نضيفوا لهذيك الكميه تاع البصل اللي كنا قطعناها شرائح صغار دي بتيدي، حوالي 3 ملاعق تاع الخل يكون ابيض ولا عصير ليمون، ونبداو نخلطو توجور بنفس الطريقه حتى نفينيو كامل لاصوص تاعنا وراها واجده على بركه الله. وهذه هي النتيجه الأحباب. بعد ما تفينا تشوفوا لاصوص تاعنا تطلع بقوام ما شاء الله وباللون ما شاء الله. صلصه جزائريه بلا ما تطلعوا مايونيز. من بعد تبداو تزيدوا لها الاضافات ديريكتوم وتطلعوها صلصه جزائريه تخلوها تبرد، تعطيكم قوام بزاف هايل وتجيكم بنينه بزاف. هنا راح نعاودوا نولوا لاباط تاعنا. لاباط تاعنا بعد ما ارتاحت قسمتها على أربعة كوريات، يعني بالحله راح نفتحوا في الطابله عشوائي. لوكا راح نديروا خبز التورتيه، راح نوزنه
هنا مادامنا راح نخدمو بلو بورتو بياس هذا تاع الصون، نحتاجو الحلة شوية فارينة والبلون طرافاي تاعنا الرخامة اللي نخدمو فيها توجور. لاباط تاعنا بعد ما ارتاحت راح تمشي لنا يعني بكل سهولة، نبداو نرقو فيها، وإلا احتاجنا الفارينة نساعدو رواحتنا. وبعد ما نكملو نفتحو العجين تاعنا رقيق كامل كيما راكو تشوفوه. البورتو بياس تاع الصون هذا اللي يجي مدرج، نبداو نقطعو كيما راكو تشوفوه هنا في الصورة. سهلة مهلة. هذاك البورتو بياس رمدوه شوية فارينة وعبزوه مليح يعني باش يقطع لكم الحبات تكون متحوفة ما شاء الله. دوكا واش راح نوجدو الطاجين تاعنا تاع الحديد ولا المقله اللي تكون عندكم بلاط، تسخنوها على نار تكون متوسطه وتخلوها تسخن حوالي 10 دقائق. راح نبداو نخدمو التوجر بهذه الطريقه، نروحو نطيبوهم على بركه الله. وهنا الحباب انا حنستعمل غير المقله. بعد ما نحطو المقله تاعنا قلنا نخلوها تسخن حوالي 10 دقائق، نجيبو الحبيبه الاولى ونبداو نتستيو يعني في الطياب تاعهم، ما تخلوهمش يتحمروا جيدا حتى ييبسوا لكم. هذه هي. وتوجدوا الطراشن يعني الطرشونه الاولى اللي تحطوا فيها الحبه تاعنا بعد ما طيب، من بعد تغطوهم مليه ليه. هذه هي باش يبقاو لكم طريين. بعد ما نشوفوا لابطه تاعنا طلعت شويه، نجيبو لاسباتيل تاعنا ونقلبوها على الجهه الثانيه. هذا هو الاحمرار اللي نحتاجه، خفوا فيه باش يبقاو ما شاء الله. من بعد راح نزيدو نقلبوها على الجهه الثانيه، راها واجده حميمره منا حميمره منا، راها واجده. راح نكملو كامل الحبيبات ونعاود نولي لكم على بركه الله. وبالنسبه للماريني راح نديرو شويه زيت، نخلو البلاك تاعنا تسخن مليح ولا المقله تاعنا، نحطو البولي تاعنا ونخلوه يطيب غير بعقلو، مره على مره نغطوه باش يبقى هذاك البولي تاعنا طري لداخل ومشمخ ما شاء الله. بعد ما يطيب نجو نشوفو كل حاجه في لا ميزون بلاص تاعنا. البولي تاعنا راهو طيب، الصلصه الجزائريه بعد ما بردت، واهم حاجه الخبز تاعنا بعد ما كملته. يعني الخبز تاع التورتيه ولا تاع الطاكوس نخدمو به دي ميني طاكوس مقطعين بالبورتو بياس تاع الصون ومدرجين. شوف شحال يجوا الشبان ما شاء الله. هذه في الوصفه تاع البيني شاورما راح تلقاو اختلافات ما بينه وبين الطاكو ان شاء الله. الا كتبتوا لي في لي كومونتير على الوصفه تاع ميني شاورما راح نديرها لكم في اقرب وقت. هاي لك التشكيلات تاعنا بعد ما نغلقوهم ما شاء الله. دوكا نجو نابليكيو حبيبات قدامكم على بركه الله. بالنسبه لي دونتيل تاعنا هامليك قدامكم، هذوك المساسك الصغار هامليك تلقاوهم عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. هذه هي. نجو نخدموا حبيبه الاولى. واش راح نديرو؟ عندنا فروماج بلون، يعني فروماج اللي يكون طارتيني يمشي لكم ما يهدبكمش، ماشي هذاك الفروماج اللي يكون شايد روحو. هذه هي. توجور بالملعقه ونيطاليو كامل هكذا الحبيبه عندما تاكلوها راح تلقاو هذاك الفرماج ما شاء الله. نجيبو شويه صلصه جزائريه ونيطالي، ومن بعد راح تبقى لنا غير البولي. يعني في الميني تاعكم ما راح نديرو لا فريت لا سلطه لا طوماط. في الشاورما ان شاء الله راح تشوفوا الاختلاف. اوليو نديرو صلصه جزائريه، نديرو الصلصه الثوميه البيضاء، والتتبيله تاع الشاورما راح تختلف. نوريكم كيفاش تقطعوا هذيك الطوماطيش اون جوليان ولا ايمانسي باش تجيكم متحوفه. وهذوك اللي ميني شاورما يجوا مضبوطين ان شاء الله. بعد ما نغلقوهم لازم تفينيهم مليح، هذيك لاصوص والفرماج يتلاصقوا. من بعد هذاك المساك يتحط غير شباح، يعني ما تتكلوش عليه افون. لو كان ما تلصقوش هذاك الفرماج في بعضه مليح راح يتفتحوا لكم. نحطهم في الكيسات راهم واجدين. نكمل كامل الحبيبات ونجو نشوفوهم على بركه الله. كيما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا وصلنا للنتيجه النهائيه. لي ميني طاكو تاعنا راهم متحوفين قدامكم ما شاء الله ومخدومين على الشعر. يعني خدمنا برطل الفارينه راح ديروا بزاف هادو لي ميني طاكو ان شاء الله. انا العجينه بقات لي ما حبيتش نخدمها كامل، خدمت قيس الكميه تاع الدجاج. هذه هي. انتم تخدموا المشاريع، ربي يوفقكم، واللي يخدموا الدار يفرحوا وليداتهم ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم، كان خفيف ظريف عليكم. خوكم دحمان وسما بقى لي يقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده. سلام.